ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده بقى معانا فيلم محدش قبل كده ما شافوش او اتفرج عليه حتى، هو سبايدر مان. والنهارده بقى معانا اول جزء ليه النهارده. يبدا فيلمنا بشاب اسمه بيتر باركر، وهو اخدها جري يا عيني ورا الاتوبيس بتاع المدرسه اللي مش عايز يقف، وكان سواق الاتوبيس واصحابه عمالين يضحكوا ويتريقوا على بيتر. فبيقف الاتوبيس فجاه واخيرا بيطلع ابننا ويركب، بس محدش من صحابه كان بيحبه اصلا ولا بيطيقه، فمحدش بيرضى يخليه يقعد جنبه. وكان في الاتوبيس برضه بنوته اسمها ماري جين، ودي بقى هناديها ام جي، كانت برضو معاه في المدرسه. وكان بيتر معجب بيها جدا، بس ما بيعرفش يقول لها ويعترف لها بحاجه زي دي، لان كان الكل بيتنمر عليه ومحدش بيطيقه اصلا. وبعد ما بيوصل بيتر المدرسه بتوصل بعديه عربيه فخمه وشيك جدا، وبينزل منها صاحبه هاري، وده بيكون اقرب واحد لبيتر. وهاري ساعتها بيكون ناسي شنطته في العربيه، فبينزل وراه ابوه وبيكون اسمه نورمال وبيديها له. وساعتها بيتعرف نورمال على بيتر، وبيفرح جدا لما بيعرف ان بيتر بيعشق العلوم، لان نورمال بيكون عالم في العلوم اصلا. وبعد ما بيخلصوا بيدخل بيتر المعمل المدرسه، وبتكون المدرسه بتشرح لهم النهارده عن العناكب. فبيقعد ابننا بيتر يصور العناكب كلها، لانه كان بيعشق حاجه اسمها التصوير، وكانت كمان امنيته انه يكون صحفي مشهور. بس اصحابه بيقعدوا يرخموا عليه ويضايقوه عشان ما يعرفش يصور حاجه. فبعد كده بيلاحظ ماري وهي واقفه لوحدها، بيروح يقف معاها وبيطلب منها يصورها عشان جريده المدرسه. فبتوافق ماري على طول، ولكن فجاه وهو بيصورها بينزل من السقف عنكبوت كده على ايده وبيقرصه. فبيحس بيتر ساعتها بالوجع، بس ما بيلاقيش حاجه على ايده، فبينسى الموضوع. وبعد كده بنروح لشركه اسمها اسكروب، ودي شركه بقى بتصنع اسلحه وبتبيعها للجيش عشان الحرب. والمدير بتاعها بيبقى اسمه بروفيسور نورمال اللي هو ابو هاري، وبيكون بيستعرض مزلاج كده هو صنعه بنفسه وبيطير في الجو. لكن رئيس الجيش ما بيهتمش بكل ده، بيقعد يساله عن المصل اللي طلبه منه، وده بيكون عباره عن مصل بيدي قوه للقرود وبيخليهم عندهم قوه خارقه وطاقتهم عاليه جدا. لكنه بيقول لهم ان المصل ده فعلا هو شغال عليه، وكمان عمل منه عينات، بس ليه اثار جانبيه خطيره جدا. وطبعا منها ان اللي بيشربه بيكون شخص عدواني جدا وبيدمر اي حاجه حواليه، وكمان مش بيعرف يسيطر على نفسه خالص. لكن برغم كل اللي قاله الاستاذ نورمال ليهم ما بيهتموش برضه بكلام، ويدوله اسبوعين يخلص فيهم المصل ده، والا هيوقفوا يمولوه هو وشركته. وفي خلال الوقت ده بيقرر استاذ نورمال انه يجرب المصل على نفسه الاول، لانه مستعجل جدا وعايز يوصل لافضل نتائج بسرعه كبيره. بس هو بيجربه فعلا بيتشنج جامد جدا وبيغمى عليه، لكنه بيفوق فجاه وبيمسك المساعد بتاعه من رقبته وبيرميه بعيد جدا، فبيموت المساعد. وطبعا بيكون بروفيسور نورمال بيكون اتحول خالص، ما بيكونش بني ادم طبيعي، وبقى عدواني جدا ومش عارف يتحكم في نفسه. ونيجي بقى لتاني يوم لما بيصحى ابننا بيتر عشان يروح مدرسته، لكنه هو بيلبس نظارته قدام المرايه بيكتشف انه عارف يشوف كويس جدا من غير نظاره، وان نظره 6/6. فبيكتشف كمان ان جسمه فيها عضلات وبقى قوي جدا. فبيستغرب بيتر وبيتصدم ان ازاي ده حصل وامتى اصلا، لكنه طبعا ما بيفرقش معاه وبيكون فرحان جدا. فبيلبس هدومه وبيجهز نفسه وبينزل يسلم على جوز عمته وعمته، وبيطلع من بيته عشان يروح مدرسته. لكن وهو خارج بيشوف ماري جين البنت اللي معجب بيها، وطبعا هي بتكون جارته اصلا وساكنه جنب. فالمهم بيشوفها وهي خارجه برده من بيتها، وابوها عمال يتخانق معاها ويزعق لها. فبيمشي وراها بيتر عشان يكلمها، لكنه بيغير رايه لما بيشوف ان في عربيه جات لها ومستنياها وركبت فيها. وبعد كده بنروح لبيتر وهو قاعد في قاعه المدرسه بياكل، وبيشوف ام جي وهي جايه ناحيته، بس اتزحلقت في الاكل اللي كان واقع على الارض، ولسه كانت هتقع على الارض بيلحقها بيتر بسرعه كبيره جدا قبل ما تقع، وكمان بيلحق الاكل بتاعها كله قبل ما يقع هو كمان. وده طبعا بيلفت انتباه ام جي جدا وبيخليها تفرح بيه وبتشكره على اللي عمله معاها، وكمان بتقول له انه شكله حلو جدا من غير النضاره. فبتسيبه وتمشي، وبيتر بيبقى فرحان جدا باللي قالته له وبيروح يكمل اكله. ومن هنا بقى بدات كل الحاجات الغريبه انها تبان، زي مثلا الشوكه اللي لزقت في ايده دي بشكل غريب، واول ما يجي يشيلها من ايده بتطلع خيوط شكلها غريب جدا. فبتخرج الخيوط دي من ايده وما بيكونش عارف يتحكم فيها خالص، لدرجه انه ضرب فلاش صاحب ام جي في قفاه بالصينيه بتاعه الاكل. فبيتوتر بيتر بعد العك اللي عمله ده كله، وبيخرج من القاعه والصينيه بتكون لازقه في ايده وجررها وراه برده. فبيعرف فلاش ان بيتر هو اللي رزعه بيها على قفاه، فبيخرج فلاش ورا بيتر فبيحاول يضربه، لكن بيتر بيكتشف ان عنده سرعه بديهه خارقه وكمان سريع جدا، وبيعرف يتوقع كل الضربات اللي هتجيله. فبينجح انه يتلاشى كل ضربات فلاش بكل بساطه. وطبعا الموضوع ده بيخلي كل اصحاب بيتر اللي معاه في المدرسه مصدومين منه، وانه ازاي عرف يعمل كل الحاجات دي وهما ما يعرفوش عنه حاجه. وبعد كده بيمسخر بكرامه فلاش الارض حرفيا قدام الكل، هو بيضربه والكل كان واقف بيتفرج وهو مصدوم. فبعد ما بيخلص بيتر المدرسه بيروح لمكان لوحده عشان يبقى مع نفسه فيه، وساعتها هناك بيكتشف ان صوابعه بيخرج منها مخالب كده عامله زي السنون، وبتكون صغيره جدا وحاده. فبيجرب يتسلق الحيطه، وفعلا بيعرف انه يتسلق الحيطه بكل بساطه وكمان يمشي عليها. وبعد كده بيجرب انه ينط كمان من سطح المبنى لسطح مبنى تاني، وفعلا بيلاقي نفسه انه قادر يعمل كل ده بكل بساطه، وبيبقى فرحان جدا بكل اللي بيعمله، لانه خلاص كده بقى عنده قوه خارقه وبقى بطل خارق. فبعد كده بيحاول يطلع
الخيوط دي من ايده، بس بيكتشف انها مش بتطلع غير لما يظبط ايده بشكل معين، وكمان بيعرف ان قرصة العنكبوت هي السبب في كل اللي هو فيه وفي القوة الخارقة دي. فبعد كده بيروح على بيته، ولما بيجي الليل بيكون خارج من بيته فبيلاقي ام جي خارجة هي كمان، فبيقفوا يتكلموا شوية سوا. فبتسأله ام جي عن حلمه انه عايز يطلع يعني ايه في المستقبل، فبيقول لها بيتر انه عايز يطلع مصور عالمي. راح سألها بيتر برضو هي نفسها تكون ايه في المستقبل، فبتقول له ان نفسها تبقى ممثلة كبيرة. بعد كده لما بيجي فلاش بعربيته بتسيبه وتمشي، فبيزعل بيتر جدا وبيتمنى ساعتها انه يكون عنده عربية بتاعته عشان يعرف يخرج ماري يفسحها بيها. فبيطلع البيت وبيقعد يفر كده في الجورنال وبيشوف اسعار العربيات، بس بتجيله حلة يأس واحباط لانه بيلاقي اسعار العربيات غالية جدا عليه. بس بالصدفة كده هو عمال يقلب في الجورنال بيلاقي اعلان مصارع بيقول ان اللي هيفوز في المصارعة دي هيكسب 3000 دولار. فبيفكر بيتر كده مع نفسه وبيقرر فعلا انه يشارك في المسابقة دي، وبدأ يصمم لنفسه لبس عشان يكون لبسه ده الرسمي في ماتشات المصارعة ويكون شكله مميز جدا عن الباقيين. فبيروح يقدم في المسابقة، بس وهو بيقدم الست اللي بتسجل اسامي المشتركين بتستغرب جدا منه لانه الوحيد اللي جسمه بيبقى ضعيف جدا عن باقي المتسابقين، وفضلت نازله تريقه عليه وكانت مستخفه بيه جدا. بعد كده لما بتبدا المسابقه كان في مصارع قوي جدا جوه الحلبه وعمال يضرب ويكسر في اي حد يقف في طريقه. فبعد كده بيجي الدور على ابننا القوي، بيدخل الحلبه بكل شجاعه، وكان في قفص حديدي بينزل عليهم وبيقفل الحلبه من كل حته. فبتبتدي المباراه بينهم وبيجري المصارع البغل ده على بيتر وكان عايز يمسكه، لكن بيتر بيطير لفوق وبيخليه يخبط نفسه في الحديد وبيوقعه على الارض. فضل البغل ده يحاول يمسك في بيتر كتير لكنه بيفشل لان بيتر بتكون عنده قوه خارقه جدا بتخليه خفيف الحرب. من هنا بقى بيطلع عليه اسم سبايدر مان. فضلوا ساعتها هما الاثنين يضربوا في بعض كتير لغايه ما قدر بيتر في الاخر يتغلب على البغل ده ويكسب. وبعد كده بيروح بيتر طبعا وهو متحمس عشان ياخد الفلوس اللي كانت معروضه في الاعلان، بس بيتفاجئ بالراجل وهو بيديله 100 دولار بس. فبيساله بيتر ايه ده اللي انت عطيتهولي؟ فبيقول له الراجل بس يا ابني هو ده اللي عندي، لو اتشقلبت مش هتاخد ازيد من كده. فبيخرج بيتر وهو محبط وزعلان جدا، وفي نفس اللحظه بيدخل حرامي بمسدس وبيهدد بيه الراجل التنح ده وبياخد كل الفلوس وبيهرب. كان يقدر بيتر ساعتها انه يمسكه بكل بساطه، بس عشان ينتقم من الراجل التنح ده لانه مرضاش يديله فلوسه كلها ساب الحرامي ساعتها يهرب بكل بساطه وبيخرج من هناك. فبعد كده وبيتر مروح البيت بيشوف الناس ملمومه، فاول ما قرب منهم بيتصدم ان عمه واقع على الارض وغرقان في دمه لان الحرامي اللي بيتر سابه يهرب بيضرب عمه برصاص. ساعتها هرب وعم بيتر بيموت بعدها في ايده، وبيتر بيكون مصدوم جدا وفي حاله صدمه من اللي حصل. فبيبدا ساعتها بيتر يطارد الحرامي اللي موت عمه في كل مكان. والاول مره بيتر بيقدر ينتقل ما بين المباني بالخيوط بتاعته من غير ما يقع على الارض، وبيقدر انه يشوف الحرامي ده وهو ماشي بالعربيه بتاعته والشرطه بتجري وراه. فبيفضل سبايدر مان يجري ورا عربيه الحرامي لغايه ما وصل لها وراح كسر ازاز عربيته وطلعه منها وراح اخده على جوه مبنى وقعد يطحن في الحرامي ونازل ضرب فيه جامد. فبيحس بيتر بالذنب وانه غلط لما سابه يهرب اصلا ساعتها. ففجاه بيطلع الحرامي مسدسه ولسه هيضرب بيتر بالمسدس، راح بيتر بسرعه رهيبه جدا بيزقه، فراح واقع الحرامي من على المبنى وبيموت من غير ما يلمسه بيتر. وطبعا بيتر كان زعلان جدا لان ما كانش عايز يموته. وبعدها بتوصل الشرطه للمكان، ساعتها بيتر بيكون هرب اصلا وكان بيحاول يواسي مرات عمه وبيكونوا في حاله حزن كبيره جدا. وبعد كده بنروح لشركه بتكون منافسه لشركه استاذ نورمان، وكانوا بيستعرضوا جهاز جديد لقائد الجيش، لكن بيظهر فجاه شخص مقنع وبيكون طاير على مزلاج بيدمر الجهاز ده وكمان بيفجر كل الناس اللي موجوده ومعاهم كمان قائد الجيش الامريكي. فبعد كده بتعدي فتره من الوقت طويله سيكا وبيتخرج بيتر من المدرسه وبيقرر انه يحارب المجرمين والحراميه اللي في البلد، وفعلا بيعمل كده وده بيخلي سبايدر مان يكون اشهر واحد في امريكا كلها وكل البرامج والجرايد بتتكلم عنه ومفيش سيره غير سيرته في كل مكان. وبيكون في رئيس تحرير لجريده بيقول انه هيعمل مكافاه كبيره جدا للي هيجيب له صوره سبايدر مان. وفي يوم من الايام كده بيقابل بيتر ام جي في الشارع بالصدفه وبيعرف منها انها شغاله جرسونه في مطعم، وطبعا ده شيء بيكون مضايقها جدا ومزعلها لان حلمها انها تكون ممثله اصلا. فبيواسيها بيتر وبيشجعها وبيقول لها كمان انها هتبقى احسن ممثله في البلد. بيعرف منها كمان الحاجه اللي وجعته وكسرت قلبه جدا وهي انها حاليا بتكون بتحب هاري اقرب صاحب لبيتر. فبتطلب منه ام جي انه ما يقولش لهاري انها شغاله جرسونه هنا عشان ممكن ما يحبهاش ولا يبص لها لانه غني جدا ومعاه فلوس كتير. فبعدها بيروح بيتر يزور هاري صاحبه وبيقول له بيتر انه بيدور على شغل. فبيجي بروفيسور نورمال وبيعرف ان بيتر بيدور على شغل وبيقول له انه ممكن يقف جنبه ويساعده ويجيب له واسطه في اي مكان يحب. لكن بيتر فقري طبعا زينا وبيشكره وبيقول له انه بيحب يعتمد على نفسه وبيسيبهم وبيمشي.
وفي مره كده بيشوف بيتر في الجورنال بالصدفه الجايزه اللي عاملها رئيس تحرير الجريده للي هيعرف يجيب صوره سبايدر مان، ففعلا بيروح يصور نفسه وهو لابس بدله سبايدر مان بوضعيات وصور مختلفه، وبيروح بالصور دي تاني يوم لرئيس الجورنال، فاخدها منه رئيس الجريده وعطاله $300. فساعتها بيطلب منه بيتر شغل لانه بيدور على شغل، فبيقول له رئيس الجريده انه يجيب له بس صور كتير لسبايدر مان وهياخدها منه مقابل فلوس، بس طبعا ده ما بيكونش شغل رسمي. ومن جهه تانية بيكون في اجتماع لشركه اوسكار بتاعه بروفيسور نورمان، فبيقولوا له اعضاء المجلس ان الشركه هتتباع خلاص ولازم يقدم استقالته قبل الاحتفاليه الكبيره اللي هتتعمل في الشركه قبل ما يبيعوها، فبيتعصب بروفيسور نورمان جدا وبيهددهم وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيجي يوم الحفله بقى كان بيتر شغال تصوير هناك، لكن وهو بيصور بيشوف ام جي مع هاري صاحبه واقفين فوق، وحاسس ساعتها بحزن وزعل جامد جدا. فبيظهر فجاه بعدها الشخص المكنع ده اللي شفناه قبل كده، وبيكون لابس اخضر وبيحدف قنبله على المبنى اللي بيكون واقف فيها موظفين الشركه اللي كانوا عايزين يبيعوها، وبيتدمر بيهم المبنى. فبيجري بيتر بسرعه وبيغير لبسه لسبايدر مان. كان مازال الراجل الاخضر ده عمال يدمر في كل حاجه في المكان وبيرمي قنبله غريبه جدا على اعضاء المجلس الاداره بتخليهم اول ما تنفجر القنبله دي تحولهم لهياكل عظميه في ساعتها. بس بيجي سبايدر مان اخيرا وبدات ما بينهم معركه قويه جدا، بيقعد يضربوا سبايدر مان بالخيوط في عينه وكمان بوظ له المزلاج بتاعه خالص. وفي اللحظه دي كانت ام جي هتقع من على المبنى بس بيلحقها سبايدر مان بسرعه وبياخدها ويطير بيها المكان بعيد، فبتشكره ام جي جدا على اللي عمله وبيمشي. وبعد كده بنروح للبروفيسور نورمان وهو قاعد بيشرب في بيته، وساعتها بنعرف طبعا ان هو الراجل الاخضر الشرير وان بتجيله حاله كده في دماغه على شكل هلاوس بتخليه يعمل كل ده، وده بيكون بسبب التجربه طبعا اللي عملها على نفسه. والمشكله انه بسبب التجربه دي بيكون منفصل الشخصيه كمان وبيفضل يهلوس مع نفسه في المرايه، بيقول انه ضروري جدا يخلي سبايدر مان في صفه. وساعتها بيكون بيتر عند رئيس التحرير، وبعد ما بيمشي من عنده بيجي الراجل الاخضر ده وبيكون اسمه جرين جوبرين وبيخنقه بيقول له انت لازم تقول لي اسم الشخص اللي بيصور سبايدر مان ويجيب لك الصور بتاعته، لكن رئيس التحرير بيرفض طبعا. وقبل ما يموتوا الراجل الاخضر بيجي سبايدر مان من وراه وبيقول له انا جيت اهو، عايزني ليه بقى؟ وساعتها بقى بيخرج الراجل الاخضر ده غاز منوم على سبايدر مان وبيخطفه وبيمشي بيه من المكان وبيروح بيه المكان بعيد جدا. وبيقعد الراجل الاخضر ده يعرض على سبايدر مان انه يشتغل معاه، لانه لو اشتغل معاه هيكونوا قوه ضخمه جدا ومحدش هيقدر يهزمهم وهيعرفوا يحتلوا العالم كله ويكون تحت رجليهم كمان. وبيديله شويه وقت يفكر في الكلام ده وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم طبعا الجرايد كلها والمجلات بدات تكتب وتنشر عن سبايدر مان انه مجرم ومطلوب القبض عليه لانه مفكرينه ان هو متعاون مع الراجل الاخضر. وفي يوم كده بالليل بيقابل بيتر ام جي في الشارع وبيسلموا على بعض، واول ما بتسيبه وتمشي بيشوف بيتر ان في 3 رجاله ماشيين وراها عشان عايزين يعتدوا عليها، فبيغير هدومه بسرعه وبيتحول لسبايدر مان وبيروح وراهم عشان ينقذها منهم، بس بيبقى ملحقش يلبس قناعه. بس ده ما بيكونش شيء مهم لانها ملحقتش اصلا تشوف وشه لانهم كانوا بالليل والدنيا ضلمه، فبينقذها بيتر وبتشكره للمره الثانيه وبيسيبها ويمشي. وبعد كام يوم بيبقى في حريقه كبيره جدا ماسكه في مبنى، وكان في ست بتصوت لان ابنها موجود جوه المبنى، فبيجي سبايدر مان بسرعه وبينقذ ابنها وبيسلمه لها. وساعتها بيكون في ضابط عايز يمسك سبايدر مان ويقبض عليه، بس قبل ما يقبض عليه بيسمع صوت سويت في المبنى تاني وحد بيطلب المساعده، فبيسيبوا الضابط يمشي عشان ينقذها. ولما بيروح سبايدر مان بيلاقي ان مفيش اي ست هناك، ولكنه بيلاقي الراجل الاخضر ده قاعد مستنيه وكمان بيساله ده فكر في اتفاقهم ولا لا، بس بيتر بيقول له لا وبيرفض العرض بتاعه. وهنا بقى بدا الراجل الاخضر ده يتنرفز من سبايدر مان وقعد يضرب فيه شمال ويمين بسكاكين حاميه جدا، بس ابننا الخارق طبعا بيعرف يتلاشى كل ده بس ما بياخدش باله من سكينه بتعوره في ايده جامد، بس طبعا بيعرف يهرب بعديها وبيروح البيت وبيلاقي ان في اجتماع عائلي وطبعا بيحضروا البروفيسور نورمال. والاجتماع ده بيكون بسبب ان هاري عايز يقدم ام جي لابوه يعرفه عليها، فبيكون بيتر معزوم على الحفله دي برده. وبيلاحظ بروفيسور نورمال وهم قاعدين ان بيتر متعور جامد في ايده، ولما بيسال بيتر عن سبب جرحه بيقول له بيتر انه اتخبط في عجله وهو جاي. لكن في اللحظه دي بيعرف بروفيسور نورمال كل حاجه وبيربط كل حاجه ببعضها وبيعرف ان بيتر يبقى سبايدر مان بنفسه وبيسيبهم ساعتها وبيمشي. لكن هو ماشي على الباب بيروح له هاري وبيساله عن رايه في ام جي، فبيقول له انها طمعانه بس في ثروتك وفلوسك مش اكتر من كده. فام جي بتسمع ساعتها كل الكلام ده وبتزعل جامد جدا. وبالليل بيروح الراجل الاخضر ده لبيت بيتر وبيدمره وبتتصاب مرات عمه فبيوديها على المستشفى على طول. ولما بيروح بيتر عشان يشوف مرات عمه في المستشفى بتقول له هي مفزوعه جدا عن الراجل الاخضر وبتوصفه له، فبيعرف بيتر ساعتها ان الراجل الاخضر خلاص كشف شخصيته، كمان عرف ان بيتر يبقى هو سبايدر مان. وتاني يوم بتيجي ام جي المستشفى عشان تزور عمه بيتر، وبعد ما بتخلص وتطمن عليها بتتكلم شويه مع بيتر وبتقول له ان سبايدر مان انقذ حياتها مرتين. فبيقول لها بيتر بكل فخر كده على فكره انا يا جوجو بقى المصور الخاص بتاعه. فبتبتدي ام جي ساعتها تحب بيتر وتتقبله، بس فجاه بيدخل عليهم هاري وبيشوفهم قاعدين مع بعض فبيزعل جدا وبيروح على البيت وبيقعد يحكي لابوه عنهم وهو زعلان وبيعيط وبيكون متغاظ وغيران جدا من بيتر. لكن ابوه بيطمنه وبيقول له ما تقلقش ابوك هنا
هنا يا واد انت، امسك نفسك كده وانا هجيب لك حقك لغايه عندك. فبعد كده بيجي بيتر يتصل بام جي، بس بيتفاجئ ان اللي بيرد عليه هو الراجل الاخضر، وبيقول له في التليفون انه خطف ام جي حبيبه القلب، ولو انت عايز تنقذها تيجي على الكوبري بسرعه. فبيروح بيتر هناك فعلا، وبيلاقي الراجل الاخضر ماسك ام جي ومعلقه في السما من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه ماسك عربيه فيها اطفال والناس راكبين فيها، وبيخيره بيقول له ها بقى يا بطل، هتختار تنقذ مين المره دي؟ طبعا تبقى شغلانه ام جي في اي وقت تحصل فيه اي كارثه انها تقعد تصرخ وتصوت بس لا اكتر. وفجاه بيسيبهم الرجل الاخضر وبيفلت ايدين الاثنين وبيقعوا كلهم تحت، فبيطير سبايدر مان وانقذ ام جي الاول، بيجري بعدها يلحق العربيه اللي كان فيها اطفال على اخر لحظه. بس الرجل الاخضر ما بيقعدش ساكت، لا ده بيجي كل شويه يضرب فيه عشان يوقع كل حاجه في ايده، فبتقع ام جي تاني لكنها بتمسك في سور كده، وبيعرف بيتر يمسكها على اخر لحظه. وساعتها بس الناس اللي على الكوبري اول ما شافوا سبايدر مان في الموقف ده بداوا كلهم يساعدوه ويضربوا في الراجل الاخضر. وساعتها بس بينجح سبايدر مان انه ينزل العربيه بكل سلام ومعاهم ام جي، وطبعا بيقعدوا الناس كلها تسقف له على اللي عمله وتشجعه. بس فجاه بيجي الراجل الاخضر وبياخده وبيطير بيه المكان بعيد ومهجور، وبيضرب عليه الراجل الاخضر كمان قنبله بتصيب سبايدر مان وبتكشف نص وشه، وكمان بتخليه ضعيف لدرجه ما بيكونش عارف يواجه او يحارب. فبيطلع الراجل الاخضر سكينه كبيره وكان هيموت ساعتها سبايدر مان بيها، بس بيعرف سبايدر مان ينقذ نفسه ويصده ويمسك منه السكينه ويستجمع قوته تاني، وبيضربه جامد وراح حدفه بعيد عنه وخبطه في الحيطه، وقع سبايدر مان الحيطه عليه. في اللحظه دي بس بيخلع الراجل الاخضر القناع اللي لابسه، وبيتصدم بيتر ان كل اللي حصل له ده كان من ابو صاحبه المقرب. فضل يتوسل لبيتر انه يساعده انه يتخلص من العفريت اللي مسيطر عليه، وبيعمل له هلاوس في دماغه واللي مخليه شرير ومش عارف يتحكم في نفسه بالشكل ده. بس طبعا جرين جوبلin دوت ما بيكونش بيتكلم بجد، لا ده طلع لئيم قوي وكان بيلهي بس بيتر عشان يحرك المزلاجه بتاعته ويموت بيها بيتر. بس بيتر بياخد باله في اخر ثانيه وبيتلاشى المزلاجه دي، فبتيجي نورمال وبعد كده بيموت. وقبل ما بيموت ابو هاري بيقول لبيتر انه ما يقولش لهاري ابنه ان هو جرين جوبلin، ولما مات بياخدوا بيتر لبيته وحطه على الكنبه. بس فجاه بيدخل هاري وبيشوف سبايدر مان واقف جنب ابوه وهو ميت، وطبعا بيفكر ان سبايدر مان هو اللي قتل ابوه، وده طبعا ما بيكونش صح. وفي العزاء بيقول هاري لبيتر ان سبايدر مان موت ابوه، وبعد ما بيمشي هاري تيجي ام جي وبتقول لبيتر انها بتحبه جدا، لكنه بيرفضها وبيقول لها انهم يخلوهم صحاب احسن، وبيسيبها ويمشي، وده طبعا عشان يحميها. وبكده يكون خلص جزئنا للنهارده، اشوفكم الجزء الجاي ان شاء الله. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير للقناه، فعلوا زر الجرس عشان تتفرجوا على باقي الاجزاء المشوقه لسبايدي، وسلام.